السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. لو عندك هانك او منبار ضاني ما ترموهوش، وتعالى اقول لك على اقوى طريقتين تقدري تنضفي بيهم المنبار. شايفين الكمية دي قد ايه؟ ما خدتش معايا تقريبا نص ساعة. نضفتهم بسرعة الصاروخ، وشلت اي دهون موجودة على سطح المنبار وشطفتهم شطفة خفيفة كده. وبعد كده نزلت بشوية من الملح وخل وليمون وغطيتهم بالمية. المنبار لازم يتغطى كويس جدا بالمية علشان ما ينشفش، لانه بيبقى ضعيف كده ورقيق. لو اتعرض للهواء مباشرة ينشف ويقدد ويترمي في الزبالة. تمام. بعد كده سبتهم في المحلول ده حوالي نص ساعة، بيطلع معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. المنبار طويل جدا، اطواله فظيعة جدا، وهيحتاج غلبة لو نظفناهم بالطريقة التقليدية، ولكن هنقدر ان احنا نقلبهم بكل سرعة وننضفهم بكل سهولة. عندي سيخ من بتاع الشيش طاووق، وعندي كمان مسن من بتاع السكاكين. دخلت الطرف كده، مش بدخل السيخ في المنبار مباشرة، ولكن بسيب اول 5 سنتي كده، وببدأ ادخل كده الجزء اللحم نفسه في السيخ بالشكل دوت. وبعد بسحب لحد ما اوصل لطرف المنبار اللي احنا دخلناه في البدايه، وببدا اسحب طرف المنبار لبره. هيطلع معايا وهيتقلب معايا بكل سهوله. مش هتصدقي السرعه اللي هتقلبي بيها المنبار لو عملتيه بالشكل ده. وتقدري تقلبي اي منبار بالطريقه دي، هيتقلب معاكي بكل سهوله. يعني مش هنهدر كميه ميه كتير. آه، بالطريقه دي برضو نفس النظام عملته بعصايه الشيش طاووق. تقدري تعملي الموضوع دوت بقلم رصاص، تقدري تعملي بايد معلقه خشب. اي اداه متوفره عندك، يعني الشطره بقى بتغزل برجل غراب زي ما بيقولوا. تقدري تستخدمي الاداة المتوفرة عندك، وبتسحبي بالشكل ده لحد ما توصلي لطرف المنبار. ولو المنبار عندك طويل قوي، ابدأي قصيه او اقطعيه. المنبار الضاني ضعيف جدا وبيتقطع معاكي بكل سهولة، لو قطعتيه بايدك هيتقطع بسهولة. قطعته كده لحد ما يوصل للطرف، ببدأ اخد الطرف الاولاني واسحب اسحب اسحب. بيطلع معانا المنبار ويتقلب بكل سرعة. تعالي بقى اقولك على اقوى طريقتين تقدري تنضفي بيهم المنبار، ومش هتندمي لو جربتيهم. بخلص بقى الكمية الموجودة عندي بقلبها بنفس الطريقة وبنفس الوضع، وقلتلك استخدمي اي أداة موجودة عندك. قلبته بقى كله بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، طريقة سهلة وسريعة جدا. اهم حاجة غطي دايما المنبار بالمية زي ما قلتلك علشان ما ينشفش. وتعالي مع بعض نشوف اول طريقة للتنظيف. عندك مصفى زي دي، مصفى من اللي احنا بنصفي عليها الخضار او الفاكهة. بجيبها كده وببدأ ادخل طرف المنبار في احد عيون المصفى او الثقوب دي، وببدأ اسحب الطرف من ورا. تمام. على كمية بقى الفضلات اللي هتطلع معايا بالمنظر دوت. شايفين؟ اسحب 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 كده، المنبار بيطلع معايا من ورا نضيف زي الفل. ومن جوه زي ما انتم شايفين كل الفضلات مترصبة ومتكونة هنا جوه المصفى. شايفين كمية بجد رهيبة. هتبقى صعبة عليكي لو عملتيها بالسكينة بصراحة. شايفين؟ ما شاء الله. ينضف معاكي بكل سهولة عشان تقدري ان انت تحشيه بنفس راضية ويبقى نضيف معاكي. شايفين؟ ما شاء الله. دي كل كمية فضلات بجد فظيعة. شايفين المنبار هنا طالع زي الفل اهو. دي بقى الفضلات، شايفين عاملة ازاي؟ كمية يعني لا يستهان بها. دي اول طريقة. وهنعمل دلوقتي اختبار عشان نشوف المنبار طلع معانا متقطع ولا لا. تعالي بقى نشوف الطريقة التانية. عندي عصيرة البرتقال، بحط المنبار في العصارة كده، وباخد المصفى بتاعة العصير. ببدأ ان انا برضو ادخل فيها طرف المنبار في احد الثقوب دي. تمام، الفتحات اللي موجودة. وببدأ بسحب كده يعني طرف المنبار بالعصاية. وببدأ بقى ايه، ادخل العصاية كده في العين اللي محطوط فيها المنبار، وازنقها بالشكل دوت. وببدأ بقى اسحب 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 على كمية برضو الفضلات اللي موجودة في المصفى. كمية برضو فظيعة. لو عجبتك الفكرتين دول ما تنسوش لايك للفيديو واكتبوا لي تعليق كده حلو. وان شاء الله انزل لكم طريقة برضو للحشو برضو رهيبة، يعني مش هتصدقوا سهولتها وبأدوات بسيطة جدا. شايفين بقى طول قد ايه؟ ما شاء الله. وتعالوا بقى نعمل مع بعض اختبار المية. بحط بقى كده المنبار وبدخل المية في المنبار بالشكل ده. تعالي بقى شوفي كده، ما شاء الله. يطلع المنبار معاكي فله، مفيش فيه معلهوش اي فضلات. يطلع معاكي ابيض ورايق وشفاف بالشكل ده. تعالي بقى واحدة تانية كمان. بدخل برضو المنبار كده في المصفى اهي،
وبعد كده بزنق كده الهنك او الممبار بالعصايه بتاعت الشيش طاووق، بضيق عليها كده واسندها وابدا اسحب الطرف الاولاني كده من ورا، واسحب اسحب اسحب. بسم الله. تعالي بقى شوفي بقى الفضلات قد ايه. بخلص بقى الكمية اللي موجودة عندي دي بأي طريقة من الطريقتين، وفي طريقة تالتة شوفي الفيديوهات، وهنزلك برضو الطريقة التالتة في صندوق الوصف، لحد ما يبقى معايا كده زي الفل. بغطيه بقى بالملح والخل والليمون، واشطفه كويس، شوية جنزبيل، اي حاجة موجودة عندك، وسيبيه منقوع كده نص ساعة، واشطفيه وشيليه في الفريزر لوقت ما يبقى عندك لحمة مفرومة، وتقدري تحشيه بأي شكل، فراخ، خضار. وان شاء الله هنزل لكم طريقة قوية جدا لحشو الممبار، بجد مش هتصدقي السهولة والجمال، وتعملي حاجتك في بيتك بكل نظافة وبكل سرعة وبكل سهولة، بيطلع معاكي الحاجة بقى احسن من اللي بتشتريها من بره بكتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير.